السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة تنين شطرنج. النهاردة هنتعلم ازاي تهزم أو تغلب الدفاع الثقيل في الشطرنج. بعد ما بتلعب بيدق ملك وخصمك يلعب النقلة دي، فلو انت بتكره نقلة السي 5 دي، أنا كمان بكرهها والله وما بحبش حد يلعب لي الدفاع الثقيل. هديك درس بسيط لذيذ تفهم مش تحفظ، ازاي تهزم الدفاع الثقيل في الشطرنج أو تاخد عليه تفوق. بس قبل أي شيء ما تنساش إنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أستأذنك اضغط لايك للحلقة ويلا بينا نبتدي. وقبل ما نبتدي خلينا بس نسأل نفسنا سؤال صغير، هو إيه أصلا الهدف من نقلة السي 5؟ نقلة السي 5 للأسود الهدف منها إن هو يسيطر على مربع الدي 4. يعني بكل بساطة هو بيقول لك ما تلعبش الدي 4، ولو لعبت الدي 4 أنا immediately مباشرة باخد البيدق اللي انت لعبته على الدي 4، وبكل بساطة بدلت بيدق طرفي، يعني بيدق على الجانب الرقعة مقابل بيدق الوسط اللي عندك اللي على الدي 4. ده بكل بساطة الهدف من نقلة السي 5. وعشان كده احنا هنعمل حاجة مختلفة النهاردة. مش هنلعب طبعا النقلة دي ولا هنلعب النقلة دي، هنتعلم حاجة اسمها القلبن فاريشن أو تفريع قلبن. يعني بدايته بكل بساطة بعد ما الأسود بيلعب نقلة السي 5 بنلعب احنا نقلة السي 3. واكيد انت فاهم بما ان انت راجل شطرنجاوي بتتفرج على قناة تنين شطرنج، فانت فاهم ايه اللي ممكن يكون الهدف من النقلة دي. الهدف من النقلة دي ببساطة هو ان احنا ندعم نقلة الدي 4. يعني انت بتقول للاسود لو انت مطلع بدأ طرفي علشان تاخد البدأ الوسطي بتاعي، لا يا باشا، انت بعد ما هتاخد البدأ الوسطي بتاعي انا هدخل بدأ طرفي مكانه في الوسط، ويبقى عندي بدائين في النص. ده ببساطة الهدف من نقلة السي 3. ودلوقتي هنسأل نفسنا بعد ما انا كأبيض لعبت نقلة السي 3 الاسود هيلعب ايه؟ الاسود عنده ردود كتير. بص، ممكن ينتشر بالحصان او يطلع بالحصان ده او يضرب الوسط هو مباشرة، ودي نقلة اجريسيف طبعا جدا. اوكي، او يلعب نقلة الدي 6، يعني يدفع البدأ ده خطوة واحدة بس كده لقدام، بيأمن البوزيشن بتاعه وبيفتح الفيل يدخل المباراة. اوكي، طيب تعالى بقى نمسك كده واحدة واحدة، وهو ده الهدف من الفيديو. هوريك النقلات الأشهر اللي ممكن يلعبها الأسود وإزاي أنت ترد عليها، علشان في المجمل يبقى أنت بادئ الماتش بوضعية أفضل، ومن الآخر كده تاخد تفوق على النقلة دي. اللي أنت لو أنت مش دارس السيسيليان ديفense أصلا وبتحب تلعب بيدق ملك، فأنت ممكن تقابل النقلة دي كتير. يلا بقى نتعلم إزاي ناخد تفوق عليها. طيب خلينا نبتدي بأول تفريع. خلينا نقول إن الأسود لعب النقلة الهادية دي اللي هي بيدق على الدي 6. بكل بساطة انت كده خلاص انت حققت اللي انت عايزه من نقلة السي 3. نقلتك الجاية هتكون دي 4 مباشرة. هو اصلا هو لو يعني اللي بيلعب سيسيليان طالع عشان ياخد البدء اللي انت هتلعبه هنا، بعد ما هياكل انت هتاخد، خلاص انت خدت الوسط اللي انت عايزه. البيدق الطرفي اللي كان خارج عنده اخد البدء الوسطي وانت دخلت البدء الطرفي مكانه، فبقى عندك بدائين في النص. بكل بساطة انت هيلعب مثلا يا عم حصان، هتطلع بالحصان بتاعك، هيخرج بالحصان التاني. انت اصلا تقدر تدفع عليه دلوقتي البيدق. لو جيب الحصان هنا ادفع البيدق تاني، الحصان بتاعه مضطر يتحرك. الحصان بتاعه اصلا ممكن يبقى ترابد وانت تاخده في المستقبل. المهم انت خلاص سيطرت على المباراة بالطول والعرض، والحصان بتاعك هيخرج والفيل هتخرج وهتبيت ووضعك زي الفل. ده اول تفريع خدناه اللي هو ايه؟ نقلة، قلنا اللي هي الدي 6. نقلة بسيطة سلسة وانت تقدر ان انت تتفوق عليها بسهولة. تعالنا ناخد التفريع اللي بعد منه، ويلا بينا بقى ندخل على التفريع اللي بعده. التفريع اللي بعده ان انت بعد ما تلعب السي 3 الاسود يطلع مباشرة بالبيدق اللي في النص، تفريع اجريسيف. طيب انا عايزك تعمل ايه في الوقت ده؟ تاخد البيدق، هياخد بوزيره، تطلع ببيدق الدي 4 مباشرة تحتل الوسط. طيب هنا طبعا ممكن يلعب هو حاجات كتير. خلينا نقول انه اصلا معظم الناس في الوضع ده زي ما قلنا ان هو اصلا طالع بالبيدق السي 5 عشان ياخد البيدق اللي فات دي 4. فهو هياخد البيدق، تاخد البيدق، هيطلع بالحصان بتاعه يطلب البيدق مرتين تطلع تحمي بالحصان. بنسبة كبيرة جدا هينزل يعمل لك بن، يعني يربط الحصان ده على الوزير، تطلع بالفيل بتاعك تفك البن دي. بص بقى هنا تعالى اديك فخ بسيط كده لو الاسود وقع فيه. لو اخد الحصان بتاعك هتاخد
بالفيل طالب الوزير لو طمع في البيدق ونزل اخده، بص الفخ ده كش وخدت وزيره وكسبت الماتش. يبقى دوت تاني تفريع شفناه. لو الاسود لعب مباشرة نقلة الدي 4 بنعمل ايه؟ تعال نشوف حاجة تانية. طيب تعالى بقى نشوف لو الاسود كان ذكي وما وقعش في الفخ ده. بعد ما انت طلعت بالفيل بتفك البن اللي على الحصان، خرج هو بنقلة هادية زي نقلة الاي 7، عايز يفتح للفيل بتاعه ويدخل اللعب. طيب احنا هنا هنكمل تطور الطبيعي للحاجة الساقعة. هنطلع بالحصان بتاعنا عادي جدا، هينزل يربط الحصان بتاعك. خلي بالك انت خرجت طالب الوزير، هو مش عايز يحرك الوزير بتاعه عشان يفضل وضعه اكتف. تطلع انت بالحصان تقول له هات الوزير. طب هو قام خارج بالفيل رابط لك الحصان على الملك. بيتنا فكنا الرابطه، نزل اخد الحصان. باخد انا بالبيدق اللي على البي 2، وبقى عندي بيدق في السي 3 حامي بيدق الدي 4 ووضعي زي الفل. هينتشر بالحصان بتاعه. بص بقى النقله الذكيه جدا دي، بتطلع بالبيشوب بتاعك على الاي 3، مانع الاسود من التبييت. انت هنا وضعك افضل بكتير جدا من الاسود، حرمه من التبييت اساسا. تقدر تكمل الماتش ده بنقلات افضل وتكسب الماتش ده ان شاء الله. كده كده انت اصلا معاك تفوق على الانجن بلس 1.1 بالابيض. طيب فاكر بقى البوزيشن ده لما انت بعد ما طلعت بنقلة الدي 4، احنا اللي احنا شرحناه من شويه، لو الاسود اخد البيدق ده. طب الاسود لو ما اخدش البيدق وقام خارج بالحصان بتاعه عادي جدا، بينتشر بكل بساطه. احنا هنكمل انتشار. خلاص عرفنا الحصان ده بيخرج هنا، جه عمل لك بن يا باشا. نفس الفكره، هتفك البن بالفيل، بيطلع ببيدق الاي 6 عايز ينتشر بالفيل التاني. بنبيت، خرج بالحصان مثلا بتاعه، بتكمل انت انتشارك عادي في الوضع ده. احسن مكان للفيل ده مش ان انت تجيبه هنا، لا، انك انت تديفند البيدق ده، لان هو مهاجم دلوقتي بواحد اتنين تلاتة. فانت دلوقتي بتدافع بواحد اتنين تلاتة اربعة، البيدق محمي يعني بكل بساطة. لو اخد بتاخد بيدق في بيدق، بيطلع خلاص الفيل ما بقاش ليه معنى ان هو يجي هنا. بيطلع مثلا بالفيل بتاعه عايز يبيت، انت بكل بساطة بتطلع بالحصان بتاعك طالب الوزير. الوزير مضطر ان هو يتحرك، ما بقاش له اصلا عايزة خلاص في المربع ده. تقدر انت دلوقتي تديفلوب الكوين بتاعتك او الوزير بتاعك، ضاغط على البيدق اللي هنا. كمان انت داعم جدا النقلة ديت في المستقبل. والرخ بتاعتك بعد كده بتيجي هنا. خلينا مثلا نقول يا عم ان الاسود ايا كان عمل ايه جاب الرخ مثلا هنا، افضل نقلة تلعبها ان انت تجيب الرخ هنا، او حتى تجيب الرخ التانية. مش هتفرق كتير، بس انا افضل الرخ ديت لان هي واقفه هنا ما بتعملش حاجه. تقدر تجيب الرخ دي تدعم الدفعه البيدقيه في المستقبل. وضعك احسن بكتير. تخلصت من يعني اكتر نقله انا بكرهها، هي نقله السي 5 دي. فبوريك ازاي تتعامل معاها. برضو عيد الفيديو كذا مره لو انت تايه. لو لسه ما عملتش لايك، اضغط لايك للحلقه واكتب لي كومنت قول لي انت بتستفيد من او مستفيد لحد دلوقتي من الفيديو ولا لا. ويلا بينا نكمل. ويلا نروح على تفريع تاني. بعد ما لعبت نقلة السي 3، لو بقى الاسود خرج بالحصان بتاعه بيقول لك اديني البيدق. بص النقلة دي، ادفع البيدق، قول له اديني حصانك. لو نزل بالحصان ده تحت فالله يرحمه، الحصان ده مات. الحصان ده ملوش اي مربع يقدر ان هو يهرب عليه، الحصان ده راح. وبالتالي افضل اصلا نقله ليه هنا ان هو يجيب الحصان على مربع الدي 5. طب هنعمل ايه بعد كده؟ بص بقى معايا وركز معايا دلوقتي. احنا قلنا خلاص لما الحصان جه هنا، عشان ده تفريع مختلف تماما، بتدفع البيدق، هياخد البيدق بتاخد بالوزير بتاعك. طبعا انت هنا غالبا هتقوم واخد بالبيدق، لكن انا هعلمك تفريع اجريسيف قوي. بتاخد بالوزير، بيطلع يحمي. ما انت لما انت لعبت كده طلبت الحصان، طلع بالبيدق حمى الحصان بتاعه. بتخرج بالحصان بتاعك بتنتشر عادي جدا. خرج بالحصان بتاعه، طبعا نقلة منطقية جدا، بيقولك اديني وزيرك. بتيجي بالوزير على الاي 4، تفضل حاطط الوزير بتاعك في مركز الرقعة. خرج بالبيدق بتاعه، بيقولك معلش انا عايز اكسر البيدق اللي عامل لي زي الشوكة ده دلوقتي هنا. بص بقى النقلة دي، بتلعب نقلة الجي 3، بتقول له تعالى انت كل البيدق انا ما عنديش مشكلة. انا عايز احط فيلي على الوتر الرهيب دوت اللي اصلا فيه حصانين في طريق الفيل اساسا. يعني الفيل ده بقى سفاح. اوكي، اخد مثلا البيدق، بتطلع تاخد بالحصان، اخد بالحصان بتاخد بوزيرك. وبعدين عايز يخلص من وزيرك اللي في المركز، ما بتكسرش وزرة يا معلم، لان انت لو كسرت انت بتساعده هو ان هو ينتشر اصلا. ترجع بوزيرك على الاي 2، انتشر مثلا بالفيل بتاعه.
بتخرج بقى بالفيل اخيرا على الجي 2، تمسك الوتر دوت، هتبيت. بعدين بتجيب الرخ هنا، بتدفع البيدق ترخم عن الحصان. الفيل بتاعك بيشتغل من اي بوزيشن انت عايزه، وضعك زي الفل، انت افضل، انت تقدر تكسب الماتش دوت. طيب في النقلة دي، لو بدل لما كنا احنا هنا اتحركنا بالوزير على الاي 4، بدل ما يلعب النقلة دي اما هاجم مثلا الوزير بتاعك، بكل بساطة بترجع بالوزير بتاعك على مربع الاي 2، وبعدين بنكمل بالفكرة بتاعتنا الرئيسية. اصلا الهدف من كل اللي انا بشرحه لك انك انت تنتشر احسن من الاسود. فهو مثلا بيخرج بالفيل ماشي، بتطلع بالبيدق، بيكسل، بتحط البيشوب بتاعك على الوتر الطويل. مثلا دفع البيدق، خد يا عم البيدق، جه هنا، نزل مثلا بالفيل. انت بعد كده بتنتشر بالفيل بتاعك عادي جدا. والاهم من كده اللي قلناه، بعد ما انت مثلا هنقول يا عم هو لاعب دي مثلا عايز يحط الفيل بتاعه، فقمت انت مثلا ايه، مبيت. خلينا نقول مثلا هو دفع البيدق، اخدت البيدق، اخد بالفيل، بتلعب النقله اللي قلنا عليها، بترخم على الحصان دوت. وبعدين بتجيب الرك بتاعتك في نص الرقعه، وبتطلع بالحصان التاني. انت وضعك احسن، انت افضل في التفريعات، او في كل التفريعات اللي احنا قلناها. انا عارف انه التفريعات كتير، بس الفكره منها هي انك انت تنتشر افضل من الاسود. وزي ما قلنا في الاول خالص، ببساطه ارجع بقى للاول خالص، انت بتجيب البيدق ده في النص. لا، خلينا نرجع مثلا لما كنا هنا كده. خلينا مثلا نقول هو لعب النقله دي فانت اكلت فهو اكل. هي الفكره كلها انك انت بتحط البيدق دوت في النص علشان تاخد ايه، انتشار. زي بقى التفريعات، كل التفريعات اللي احنا شرحناها، تاخد انتشار افضل من الاسود. وبتقول له بكل بساطه، لو انت جاي هنا تاخد البدء الوسطي بتاعي، فانا هحط بدء طرفي مكانه، ووضعي مستقر وزي الفل. شرحنا حاجات كتير، تعالى اوريك لاين تريكي. خد بس نفس كده واهدى قبل ما تدخل عليه، عشان انا عارف شوفنا كذا تفريع. تعالى اوريك بقى لاين تريكي، تقدر تقول عليه فخ شويه. لو انت بتلعب واحد مبتدئ الى حد ما وبيلعب الصقلي، ممكن يقع فيه. خلاص لعبنا زي ما احنا. لا، لو هو خرج بالحصان بقى هنا على مربع ال C6 دي، لسه ما شفناهاش. هنكمل زي ما احنا بدفعة البيدق. خلاص قلنا بيجي ياخد البيدق، بتاخد البيدق. طيب هو هنا الاسود خايف من ايه؟ خايف من ان انت النقلة جاية تدفع البيدق دوت، وتبتدي ترخم على الحصان بتاعه، فيضطر ان هو يرجع لورا، فبيلعب في وشك البيدق ده. احنا مش هناخد البيدق مباشرة، احنا هنطلع بالحصان نهاجم البيدق دوت اللي هو محمي بالوزير بس. طيب هو هنا هيقول لك طب وانا يا عم اوجع دماغي ليه اخد البيدق بتاعه؟ هو متخيل ان انت هتاخد بالحصان بتاعك بتكمل انتشار عادي، او بتاخد بدأ، او بتسترجع البدأ بتاعك. انت هتدفع البدأ دوت خطوة، وتقول له اديني حصانك. بص كده، الحصان ده عنده مكانين، اتنين او تلاتة فقط. يا يجي هنا، يا يرجع ورا خالص، يا ينزل هنا. وده الفخ اللي انا جاي اعلمهولك. لو نزل هنا كش، وبتاخد حصانه. ده لاين كده بسيط، قلت اشرحه لك بسرعة يمكن تعرف تنفذه في ماتشاتك. طيب لو هو شاف النقلة ديت اللي احنا لسه شارحينها من شوية، وبكل بساطة جيب الحصان بتاعه هنا، بتطلع برضو يا ريس تدي نفس الكش. اوكي، هيغطي بالفيل بتاعه، وهتروح تاخد البيدق مهاجم الحصان بتاعه. وكده كده واخد انتشار فظيع على خلينا مثلا نقول نجيب، انت هتجيب الفيل بتاعك هنا، او حتى انت لو جبته هنا اصلا هو محمي بالحصان، وتطلع بالفيل بتاعك التاني هنا او هنا. البوزيشن بتاعك رائع، بتطلع بالحصان بتاعك هنا وبتبيت. والعب يا معلم شطرنج، وانت افضل بكتير. تفريع بقى تاني كده بسرعة، مهم جدا. انا عارف ان انا كترت عليك، بس التفريع ده مهم. فاكر لما احنا قلنا دفعنا البيدق فاحنا مستنيينه ياكل؟ طيب لو هو بقى ما اخدش البيدق، وقال لك انا هحمل البيدق بتاعي بنقلة الاي 6 وفاتح للفيل بتاعي يلعب، هتدفع انت البيدق؟ لا، الاول هتدفع البيدق هنا، وتقفل الطريق عن البيدق ده ان هو يتقدم، وكمان مانع الحصان ان هو يطلع هنا. طيب هينزل بالحصان بتاعه بالفيل بتاعه، سوري، يربط الحصان على الملك. هتطلع بالحصان بتاعك، هيطور الحصان بتاعه، هتطلع بالفيل بتاعك تمسك الوتر ده، هيبيت الاسود. بص بقى النقلة الجاية دي، الجريك جيفت او الهدية او التضحية اليونانية، بتدي كش للملك، هياخد، هتديله كش تاني، يرجع بقى هنا، يرجع هنا. الوزير بتاعك هنا داخل
يدّي ماتات ويخلّص المباراة، ومبروك عليك يا معلم. عملت بقى لايك للحلقة وسِبت لي comment كده تقول لي رأيك، تقول لي إيه رأيك في النقلات دي، تقول لي أنت بتعاني قدّام السيسيليان والّا لأ، أو الدفاع الصقلي، عشان لو أنت بتعاني قدّام الدفاع الصقلي زيي، قُل لي وأنا هاكتر من الحلقات والحاجات أو التفريعات اللي نقدر نلعبها قدّام الدفاع الصقلي. أتمنى إنك تكون استفدت، اوعى تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأشوفك الحلقة الجاية.